انه يبين اننا ما قادرينش، وبدات بالمؤامره الحقيقيه نتاع الكلاب الضاله وما نعرفت وعدم جاهزيه الملاعب، وكل نهار كيجبدوا شي تصاور. حتى ملي دشنا الملعب نتاع مولاي عبد الله قال لك اودي سي دي فوتوشوب. دابا نعرفوا ونتكلموا بالوضوح تام وتطور النقاش حتى وصلنا وديت غادي نقاطعوا واحد اللاعبين، وهذوك اللاعبين راه ولادنا. حنا الفريق الوطني اللي تكلمتي عليه راه واحد من ايت بوكماز وواحد من الخميسات. علاش نقاطعوا هاد الدراري؟ اش دار لنا حكيمي باش نقاطعوا؟ ياك حكيمي ولد القصر الكبير كلا كاع البصاره مع سيمو. كيفاش؟ علاش نقاطعوا هاد الناس؟ كيفاش نقاطعوا؟ ولكن راه من تتكون الامور غير موضوعيه ولا تنبني على اسس راه تتنكسر في الحين. انا نقول لك اليوم كاس افريقيا تعطات 500 الف فنايدي، فيها اكثر من الثلث جايين من برا، وخصنا نستغلوا كاس افريقيا باش يكونوا عندنا جوج المواسم السياحيه الموسم المقبل ان شاء الله. يكون عندنا واحد في ديسمبر وجونفي ونستقبلوا المئات الالاف والمليون اللي غيجينا من برا، ونستافدوا اقتصاديا وتستافد مراكش وتستافد الصناعه التقليديه. هذا هو استثمار الفرص. ومن بعد يجي يكون عندنا الموسم الصيفي. هذا هو الواقع اليوم. الواقع اليوم هو التذاكر تاع الفريق الوطني سولد اوت من بعد ساعه العرض نتاع البيع. اش من مقاطعه، اش من نقاش، عن ماذا نتحدث؟ هذوك راه ولاد الشعب المغرب. بالعكس خصنا جميع كل واحد من موقعه نرسل الرسائل الإيجابية لهؤلاء الشباب اللي يخصهم يقلبوا على واحد الكاس ما شفناهاش من 1976 اللي سميتها كأس أفريقيا للأمم، واللي المغاربة علائيين ماشي كلهم، كاينين بزاف ما تعرفوش الكرة، ولكن ملي دخلت فيها شويه السياسه ولاو خبراء.